أقوى وأحلى وصفة للتوفير بفرخة واحدة بس. هنعمل عزومة تكفي 10 أفراد. معقول الكلام ده؟ طبعا معقول. تعالوا بقى نشوف عملنا العظمة والجمال ده كله ازاي بفرخة واحدة بس. وتحدي أحلى وأجمل صينية هتطلعيها. أهم حاجة معايا فرخة تكون 2 كيلو أو أكتر علشان تكفي 10 أفراد. هبدأ إن أنا أخلي الفرخة بتاعتي وأقطعها زي ما احنا شايفين كده. طبعا كل فتفوتة في الفرخة هنستغلها وهنستفيد بيها. هناخد العظم طبعا اللي موجود في الفرخة ده وهنعمله شوربة. عبارة عن ايه الشوربة دي؟ بتشوحي العظم اللي هيطلع دوت بكويس مع فصين مستكة وحبهان ورق لورا. وبعد كده بضيف عليه مية مغلية واسيبه يغلي كويس جدا جدا. يعني لحد لما يستوي العظم حوالي ساعة او ساعة وربع كده. بعد كده بقى انا خليت الصدر لوحده وضفت عليه حوالي 100 جرام من دهن الدوش. وخليت الوراك لوحدها وقطعتها شيش طاووق. يعني من ضمن الوصفة اللي هنعملها هنعمل كذا وصفة في الصينية بتاعتنا. التتبيلة بتاعت الشيش طاووق هنعملها أول حاجة على أساس إن هي تتبل وتاخد وقت. يعني الحاجات اللي بتحتاج تتبيل هنبدأ بيها هي في الأول. احنا هنسمي الله كده وهنبدأ نشتغل ونعمل خطوات منتظمة بحيث أولا أنت بتوفري في الأكل وكمان في الإيه في الجهد بتاعك. يعني لما تنظمي في شغلك هيبقى الدنيا معاكي تمام. الخلطة بتاعت الشيش طاووق عبارة عن طبعا نحط الملح والفلفل والكمون بتاعنا. هنحط بصلاية مبشورة، طماطماية مبشورة من غير القشر بتاعها. حطينا معلقة كبيرة من الخل، معلقتين كبار من الزيت. هنحط أهم حاجة بهارات الشيش طاووق دي أساسي. حطيت معلقة كبيرة. بعد كده بقى ممكن تحطي بابريكا، توم باودر، بصل باودر. ده بيدي طعم حلو جدا جدا للشيش طاووق. شيش طاووق معروف ان هو لما بيتعمل بالوراك بيكون افضل واحسن كتير. يعني انا مسكت الوراك خليتها وقطعتها قطع اللي هي متوسطة صغيرة بتاعت الشيش طاووق. تمام كده. وانتي حابة تضيفي زبادي ماشي، انا ما كانش عندي زبادي فمش مشكلة، مش هنقف على الزبادي لان الخل هيظبط الدنيا معانا. في ناس ممكن تحط صوصات تانية يعني زي اي صوص موجود عندك زي مثلا صوص الباربيكيو او الصويا صوص. براحتك، دي حاجة ترجع لذوقك. انا التتبيلة البسيطة دي بتديني طعم خرافي في الشيش طاووق. بغلفه واحطه في التلاجة. وهاجي على الصدور. طبعا الصدور طلعت حوالي 400 جرام، يعني حوالي نص كيلو او اكتر عشان لما كل ما الفرخة كبيرة الدنيا تبقى معاكي مظبوطة. ومسكتهم فرمتهم في الكبة مع ال 100 جرام او ال 150 جرام من دهن الدوش او حتى الدهن بتاع الكلاوي اللي هو العجالي. الدهن ده جميل جدا وانا بستخدمه في الاكل على طول. قسمتها نصين المفروم بتاعي. النص الاولاني هعمل بيه الكفتة. عامل كفتة جميلة والله العظيم طلعت تحفة وخطيرة جدا. حطيت ايه بقى؟ بصلاية، قرنين فلفل لو انتي عندك فلفل بلدي. لو عندك الوان حطي نص واحد بس. ومسكتهم ضربتهم في الكبة كويس قوي، طحنتهم وبميتهم زي ما هما كده هقلبهم حلو قوي علشان الفراخ تاخد الطعم بتاع الصوص بتاعهم اللي هو المية السائل. طيب كده هتبقى سايبة معايا، هربطها بايه؟ حطيت معلقة نشا بس الجزء ده ما تصورش. وهحط معلقتين كبار من الفيجيتار. ده انا عاملاه عبارة عن ايه؟ يعني او زي يعني بقسماط وطحنتها في الكبة او في الخلاط، يعني طحنتها ناعم في المفرمة بتاعة الخلاط. وحطيت عليها نص كيس من الفيجيتار. ما شاء الله طعمها خطير جدا جدا جدا. فاتقلبتها كده بصوا في 5 دقايق بتتشرب كل السوائل وتبقى معاكي احلى واروع كفتة. على نار هادية بقى هحط شوية دهن. انا قلت لك ان انا بطبخ بالدهن ده على طول، وكتير قلت لكم ان ده صحي. وانا بجيبه من عند الجزار بقطعه وبغسله كويس واقطعه وانشفه واحطه في الكيس زي ما هو كده في الفريزر. وساعة الاستخدام باخده بيفك عادي. بستخدمه باستمرار بيبقى صابح طازة. احنا كده ايه ظبطنا ال الحاجات بتاعتنا. هسيب الكفتة في البهارات بتاعتها والشيش طاووق في البهارات بتاعته واسيبهم ياخدوا مع بعض. وفي الاثناء دي هبدأ ان انا اعمل شوية رز بشعرية. متسوح الشعرية زي ما انتم شايفين كده. لازم تاخد اللون الجميل ده وتزودي سنة واعملي حساب انه اول ما بنحط عليها الرز
اللون بتاعها بيفتح شويه، فبسيبها ازودها سنه عشان تاخدي اللون الهايل الجميل ده. حابه تعملي رز بسمتي بقى، حابه تعملي حتى رز البخاري مع الوصفه دي، مفيش مشكله، انت وراحتك. انا بحب قوي الرز بشعريه ده، بيبقى جميل جدا وسهل وسريع. ودي الشوربه اللي احنا قلنا عليها، اللي احنا عملناها بالعظم بتاع الفراخ. جربي كده تعملي الرز بالشوربه بتاعه الفراخ او باي شوربه عندك، هتلاقيها جميله جدا. اهم حاجه الرز يتشوح كويس، بالذات الرز المصري، وبعد كده بنضيف عليه الشوربه بتاعتنا سواء شوربه فراخ او لحم. بسيبه كده لحد لما يتشرب من الشوربه، ما بغطيش خالص دلوقتي. هنا بقى بعد ما تشربها ببدا ان انا اهدي النار واغطي واسيبه بقى مع نفسه. تعالوا بقى نعمل الايه، شوربه الخضار الخطيره. اما عندنا كبده وقناصه هنرميها؟ لا طبعا، مسكت القناصه قطعتها بشويه الدهن اللي هم بتوع الفرخه دول، وهنشوح القناصه الاول كويس كده، لحد لما تاخد نص تسوية. وبعد كده هبدأ انزل عليها بالكبدة. دي الكبدة والقناصة بتوع ايه، بتوع الفرخة بتاعتنا، علشان بجد هتعملي احلى سفرة خطيرة يعني، هتشوفي دلوقتي. آم، هنا بشوح الكبدة كويس جدا عشان عايزة اعمل شوربة خضار، والله العظيم جميلة، بالذات بقى لو في الصيام وانت بتشربيها في الاول كده بتدفي المعدة، ومشبعة جدا جدا، وطعمها لذيذ جدا، والكل هيقولك عايزينها كل يوم. بعد ما شوحت الكبدة واتأكدت ان هي كمان استوت زي القنوصة، نزلت عليها بالبسلة والجزر. لو عندك كوسة برضو ممكن تحطيها، وشوحتهم كده، الخضار اللي انت بتحبيه. مهم قوي، انا مفرزه البسله والجزر، فمهم قوي ان انا اخلص الميه اللي جواهم يعني، عشان البسله لازم تستوي وهي بتتشوح. لو حطيتي عليها ميه البسله مش هتستوي ابدا، فلازم البسله كده تستوي لوحدها من غير ايه ميه. هفضل معاها لحد لما احس ان البسله ادوق واحده او امسك واحده الاقيها استوت معايا. تمام كده. إذا شوربة الخضار تكون لذيذة وجميلة، وكل اللي ياكلها يعشقها، لأن الناس بتحبش، في ناس كتير بتحب شوربة الخضار ويقولك ايه الأكل المسلوق ده، لازم تشوحيها للدرجة دي لحد لما المادة الدهنية اللي فيها تبان، لحد لما تتخلصي من كل السوائل اللي موجودة جواها. هنا بقى انا ضفت الشعرية عليها، والخطوة دي ما كانتش صحيحة، لان انا طول عمري بعمل الشعرية لوحدها، بس انا دلوقتي يعني كسلت وقلت ايه، انا هحمر الشعرية مع الخضار. طبعا الشعرية ما خدتش لون خالص، فدي كانت مشكلة. لا، الشعرية المفروض بتتحمر لوحدها في شوية زبدة او زيت زي ما انت عايزة، او شو اي يعني مادة دهنية اللي تحبيها. بنشوحها كويس قوي ونحمرها تاخد اللون، وبعدين نضيفها على الشوربة بتاعتنا. وبعد كده ببدأ اضيف شوربة الايه الفراخ اللي هي بتاعت العظم برضو اللي معانا، اللي انا شغالة بيها. طعمها خطير جدا، وخلت الشوربة خطيرة جدا جدا. قسما بالله الشوربة دي لوحدها هايلة، بس مع الأسف بقى هي العيب الوحيد إنها طلعت بيضة. لكن لو كانت بقى الشعرية مظبوطة كانت هتبقى أروع مليون مرة. أنا بعملها كتير كده وجميلة جدا جدا جدا، وطبق الشوربة لوحده يكفي. بدأت بقى جبت الشيش طاووق، وزي ما احنا شايفين هنقطع بصلاية 4/4، ونقطع الفلفل، وبحط بصل وفلفل بس. بتحطي بقى قطعة لحم وقطعة بصل وقطعة فلفل وهكذا وتستمري. ده الدهن اللي احنا بدأنا سليناه في طاسة تكون مش بتلزق يفضل يعني، او في جريل، علشان خاطر نبدأ نشوح الشيش طاووق بتاعنا. الدهن ده خليته على نار هاديه لحد لما اطلع الماده الدهنيه بتاعته، وابدا بقى ان انا احط الشيش طاووق. اروع والذ شيش طاووق هتاكليه بالطريقه دي. وشايفه الرز بتاعنا ما شاء الله بقى مفلفل وجميل ازاي. اول ما تشرب ميته هديت عليه النار خالص وسبته مع نفسه. هدي عليه النار وسيبيه مع نفسه. اللي هنا الشيش طاووق بديله صدمه كده وبديله لون، وباخده احطه في الصينيه، وباخده احطه في الفرن على درجه حراره 180، على الرف اللي تحت، مش في النص، على الرف اللي تحت. وبسيبه بياخد حوالي ساعة ليه من تحت بس، وممكن اقل على حسب الفرن بتاعك. وهبدأ ان انا اصبع بقى الكفتة اللي انا عملتها، اللي عملناها مع بعض. طبعا بعد ما ركناها في التلاجة شوية خدت ودت وخدت الطعم وتعود يعني، بقى كل البهارات مع بعضها كده كده امتزجت. وهبدأ ان انا بعد ما خلصت قلي الشيش طاووق نفس الصينية قليت فيها الكفتة بتاعتي. الكفتة دي ولا هتلاقيها ناشفة ولا فيها أي مشاكل خالص، جوسي جدا وجميلة ولذيذة وهايلة.
حقيقي والله الطريقة او الوصفة دي هتعجبك جدا جدا، وجربيها وعلى مسؤوليتي. لو حابة تعملي كفتة بس، هنحمرها على الجنبين على نار متوسطة، طبعا الزيت سخن، وبحمرها على الجنبين كده على نار متوسطة لحد لما تستوي من كل الجهات. وممكن يعني تجربيها او تدوقيها علشان تبقي متأكدة وواثقة انها استوت كويس. تمام. تعالوا بقى نعمل ايه، نعمل المفروم بتاع السمبوسة. علشان شوفي احنا عملنا كام صنف. الجزء التاني، مش احنا قسمنا الصدر نصين، نص هنعمله كفتة والنص التاني هنعمله مفروم، لحمة مفرومة. شوحت بصل، وممكن تحطي تكتفي بالبصل، مش لازم الجزر والبسلة. لو حابة تضيفي جزر وبسلة مفيش مشكلة. لو حابة تبقى بصل بس خلاص عادي. هنبدأ بقى نضيف اللحمة المفرومة بتاعتنا. انا عايزة اوريكي بقى الشيش طاووق جوه الفرن. مجرد ما الاقيه استوى، مش شرط ان انا اشغل الشوايه، هو من تحت بس. ممكن تقلبيه لو حسيت ان هو الجنب مش مستوي والجنب التاني بنقلبه. هنضيف بقى المفروم، وكده بقى عندنا مفروم. هنبدأ نحشي السمبوسة بتاعتنا. ما شاء الله عملت لي كمية حلوة. يعني المفروم ده عمل لك حوالي نص كيلو من السمبوسة. جبت بقى بطاطساية وسلقتها نص سلقة علشان ما تبقاش طرية، وغززت فيها الشيش تاوك زي ما انتوا شايفين كده، غرست العيدان. ده شكل حلو قوي بيعملوه في المطاعم اليومين دول. وبعد كده بقى هنرص حوالين منها السمبوسة والشوربة بتاعتنا، وهنقدمها وتقدمي معاهم بقى سلطة خضار، بصل وطماطم زي ما انت حابة. بجد تحفة جدا جدا. وليمة كبيرة هي، وعملناها بفرخة واحدة، كفتة وشيش طاووق وكمان سمبوسة. اتمنى ان الوصفة تكون عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك، تشتركوا في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشوفوا كل الوصفات بتاعتنا. والله فكرة جميلة جدا، وهتفرحي اولادك وتفرحي عيلتك كلها. الصينية دي لو جبتيها من بره مش اقل من 1000 جنيه. استمتعوا بقى بشكل الصينية كده وشوية الشوربة، تعملي جنبهم شوية سلطة. تحفة جدا. وفعلا الوجبة دي كده تكفي 10 افراد، ومشبعة جدا جدا جدا.